عندما أسكت المغربي قاعة كاملة في لحظة في قلب ألمانيا وسط آلاف الجماهير التي جاءت لتشاهد سقوطه، دخل يوسف خلوطة الحلبة وحيدا. الكل كان يهتف لابن الأرض، الكل كان واثقا أن الفوز محسوم، لكنهم لم يروا ما كان خلف هذا الهدوء. لم يفهموا أنهم أمام بركان لم ينفجر بعد. يوسف لم يتسرع، لم ينجرف خلف الضغط، كان يراقب، يمتص الحماس ويترك خصمه يستهلك طاقته. الجمهور يزداد صراخا والألماني يندفع بكل قوته وكأن النهاية قريبة، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. في لحظة صمت قصيرة تحرك يوسف بخفة، ثم بدأت الضربات القاضية تتوالى. لم يكن مجرد انتصار، بل رسالة واضحة: المغرب لا يستهان به أبدا.